احمد فين؟ ازيك يا احمد؟ كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اصغر واحد سافر معايا في رحلاتي لوحده. 18 سنة. 18 سنه. خدت الفيزا معايا. خدت فيزا معاك حس... وخطوة بخطوة الفيزا من أولها لحد آخرها. كل المعلومات جات لي وساعدني في كل حاجة برضو. ما كنتش متخيل الفيزا هاخدها يعني بسبب سني وكل حاجة بس. حسيت انك هتاخدها ولا؟ لا ما كنت فاقد الأمل خالص بس الحمد لله في الآخر جات لي. بما انك طالب وصغير طالب و18 سنة لا ما كنتش متخيل خالص يعني. ولا جالك اي احساس انك ممكن تاخد الفيزا لا خالص كنت عامل حساب إن أنا هترفض. اصلا؟ اه ايه رايك في الرحله؟ لا بس غدا الحمد لله رحله جميله وكل حاجه. مبسوط؟ مبسوط جدا طبعا. تطلع معايا تاني؟ اه طب مرة مرتين مش اول مش اخر مره يعني. الفكره بحد ذاتها الفرهده والجري، انا عارف انك سافرت قبل كده والدنيا تمام، بس يعني طريقتي اسلوبي لا جميله وكل حاجه متنظمه يعني خطوه بخطوه. مش حسيت ان هي فيها حاجه عشوائيه او؟ لا خالص كل حاجه فيها يعني فيها بلان. مش ماشيين يعني بركه كده خلاص. اوكي. لا يعني رحله جميله ومتظبطه يعني. ايه رايك في الدول؟ الدول جميله. الجو بهدلنا شويه بس اكتر دوله عجبتني كانت تشيك لا بس كل الدول جميله. دول حلو. لو انت بتفكر فكره انك تسافر 6-7 دول في مره واحده، هل شايف ان هي المده كانت قليله عليها، ولا انت شايف ان احنا شفنا الزيتونه شفنا كل حاجه؟ يعني كل دوله المفروض ليها الديوريشن المده بتاعتها يعني بس كمدن احنا ما بنتكلمش على دول، بس احنا كل دوله سافرناها خدنا فيها مدينه بس النمسا خدنا فيها مدينتين. يعني خدنا فيها كذا. تستاهل كذا يوم بس يعني في دول تانية ما تستاهلش ايام كتيره. سلوفاكيا مثلا. سلوفاكيا مثلا بس لا مثلا دول زي تشيك وفيينا لا دول يستاهلوا في ايام كتير يعني. فكره انك تفطر في بلد وتتغدى في بلد وتتعشى في بلد في يوم واحد. الفكره دي عجبتني ان انا افطر في فيينا واتغدى في سلوفاكيا واتعشى في هنغري. في المجر. اول مره تحصل برضه. فكره تنصح صحابك يطلعوا معايا؟ كتير انصح صحابي. هتقول لهم عليا ولا؟ اكيد طبعا. مبسوط اني طلعت معاك. شخص جميل ومحترم ومتربي وابن ناس. كنت خايف منك صراحه، كنت قلقان اصغر واحد سافر معايا، بس صراحه انبسطت انك طلعت معايا، واتمنى ان شاء الله نطلع ونكمل مع بعض. اتمنى العمره كمان. مسافرين عمره. مسافرين في الاخر عمره. مسافرين في الاخر عمره. 6 دول. شايف سعر الرحله مقارنه باللي انت سافرته مثلا قبل كده او رحت؟ سعر خرافي. سعر ما فيش زيه صراحه. يعني انا يعني رحله زي دي تكلف ضعف 3 اضعاف اللي انت حاطه. واو. فعلا لا انا مش عارف اقول لك ايه بجد. ثانك يو. انا مبسوط انك انبسطت. ثانك يو على كلامك، وانا مبسوط ان انت طلعت معايا، واتمنى نطلع مع بعض كتير، ويا رب اكون قدرت افيدك باي حاجه في حياتك ويا رب نكمل سفر مع بعض. ان شاء الله. حبيبي يا احمد اشكرك.